بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. مرحبا بكم البنات في قناتكم مع أم عماد. اليوم راح نشارك معاكم وصفة بزاف بنينة تصلح كوجبة غداء أو عشاء، يعني راح تنحيو بها هذيك الحيرة نتاع الغداء ولا العشاء، سيرتو مع هاد السخانة، يعني غير في مقلاة وانتي راح تحضري أسهل وأسرع قراطان. بلا ما نطول عليكم راح نفوتو مباشرة لطريقة التحضير. بسم الله نبداو بالوصفة تاعنا. في مقلاة راح نحط حوالي 2 مغارف نتاع الزيت، نزيد عليهم نص صدر تاع الدجاج يكون مرحي، نص صدر تاع الدجاج يكون مرحي، انا كنت اشيته من قبل. انتي اذا ما كانش متوفر عندك فيونداشي قادره تبدليه بفيونداشي، يعني لكن الاختيار فيونداشي ولا دنداشي اللي متواجد عندك. هنا راح نبداو باللحم تاعنا، هو الاول راح نقليه ونضغطوا عليه بهذا الشكل، نحاولوا نفتتوه بهذا الشكل باش ما يطيبلناش كتله واحده. هنا راح طيبيه وتضغطي عليه غير بالمغرف، راح نزيدو رشة خفيفة نتاع الملح باش ما يجيلناش اللحم تاعنا مسوس وصامت، ونكملو نقليوه دائما نضغطو عليه غير بالمغرف باش يجيلنا مفتول كيما البركوكس بهذا الشكل. كما تعرفوا اللحم ما فيهش الروح، سيرتو نتاع الدجاج دقيقتين 3 ويكون طايب. هنا راح نحي كامل هذاك اللحم تاعي في صحن واحد اخر، يعني نص دار تاع الدجاج راح يعطيلي كمية لبس بها تاع يعني اللحم كما راكم تشوفوا. هنا غير نص دار تاع الدجاج عطالي كمية لبس بها. في نفس المقلاة راح نكملو في نفس المقلاة، عندي بصلة صغيرة مع راس فلفل خضر كنت رحيتهم مع بعضهم، يعني الفلفل تاعي ماشي حار، فيه غير هذيك اللسعة تاع الحار هذا مكان. راح نزيد مغرف نتاع الزيت، نكمل نقليهم هما ثاني مع بعضهم حتى يذبالوا، يعني تذبال الخضرة تاعنا مليح الفلفل والبصلة. بعد ما ذبالت وتقلات هذيك البصلة كامل راح نرد عليها اللحم اللي نحيناه على الاول، راح نرد كامل هذاك اللحم اللي نحيناه على الاول على خليط البصلة والفلفل ونكمل نقليهم مليح مع بعضهم. هنا كما راكم تشوفوا مازالني راني نضغط على هذاك اللحم باش يتحلوا له هذوك الكعابر تاع اللحم، يعني مازال فيه يعني حبيبات كبار تاع اللحم. هنا نقليه ونضغط عليه بالمغرف باش يتحلوا لي. هنا بعد ما تقلى لي مليح راح نزيد مغرف نتاع الكمون، عندي العكري الحار والحلو، هنا قادرة تستغني على الحار، قادرة ديري غير الحلو، نص مغرف نتاع الكركم. نكملو نخلطو الخليط مليح مع بعضه باش ندخلو هذوك التوابل كامل مع هذاك اللحم. هنا بالنسبة للبصلة كنت اشيتها في الخشين، يعني ماشي في الرقيق، حاولوا ما تاشيوهاش في الخشين في الرقيق باش ما تلقلكمش لهذاك الماء. هنا بعد ما تقلالي مليح راح نزيد رشة خفيفة نتاع الملح، ونزيدو الثوم، عندي 3 فصوص نتاع الثوم كنت رابيتهم. نكملو نخلطو الخليط مليح، نقليو هذا الخليط مليح باش يتنكه اللحم تاعنا بكامل هذوك التوابل. راح نزيدو 2 حبات طماطم يكونوا كبار، 2 حبات طماطم يكونوا كبار ولا قادرة ديري 3. كنت اشيتهم في الاشوار وانت قادرة تكرفجيهم. انت الحبيبات نتاع الطماطم نتاعك اذا كانوا يابسين ما فيهمش الماء قادرة تزيدي في هذا يعني المرحلة تزيدي نص كاس نتاع الماء، تزيدي نص كاس نتاع الماء وتقفلي عليها وتخليها تطيب حوالي 3 دقائق، وهذه هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها. هنا راح نتحصلوا على هذه الصلصة تكون عاقدة، صلصة تكون عاقدة بهذا الشكل، يعني لاصوص تاعنا يكون شوي خاثر، راح يجي بهذا الشكل. نفوتوا لتحضير البشاميل. هنا راح نوجدوا اسهل واسرع بشاميل. في هذا الاشوار راح نحط كاس نتاع الحليب، كاس تاع الحليب، انا هنا المقياس اللي مديته لكم نتاع الكاس، كاس حليب. راح نزيد عليه مغرف نتاع فرينة، مغرف تاع فرينة. راح هنا نقاشيهم ولا نخلطهم دقيقة ولا اقل، راح نخلطوهم اقل من دقيقة. راح نتحصلوا على هذا الخليط، هذا هو الخليط اللي نتحصلوا عليه. الفارينة يعني دمجت مع هذاك الحليب يجينا بهذا الشكل. من جهة أخرى في كاسرونة عندي مغرفة كبيرة نتاع مارغرين،
راح نزيد عليها حوالي 2 مغارف نتاع الزيت. هنا قادرة تبدلي المارغرين بالزيت، يعني ديري غير الزيت، وقادرة ديري غير مارغرين، لكن الاختيار. انا هنا الزيت استخدمتها غير باش ما تحرقليش هذيك المارغرين. راح نذوب كامل هذيك المارغرين، النار تكون متوسطة، على نار تكون متوسطة. بعد ما ذابت كامل هذيك المارغرين راح نزيد نحط عليه هذاك الخليط اللي وجدناه نتاع الفرينة والحليب. هذا الخليط اللي وجدناه من قبل كما راكم تشوفوا هنا، راح نكونوا سيرفيس رابيد، يعني ليه تحركي بلا ما توقفي. هنا تحريكه بلا ما توقفي، نحركوا حتى يعقد عندنا الخليط تاعنا. هنا بعد ما عقد هذاك الخليط راح نديرو رشة خفيفة نتاع الملح، ونزيدو مغرف كبيرة نتاع فرماج، مغرف كبيرة نتاع فرماج. هنا الفرماج لك الاختيار، قادرة ديري فرماج يعني نتاع الطلي، يعني جبن الطلي، ولا نتاع البيدون، ولا نتاع المثلثات، لكن الاختيار اللي حبيتيه استخدميه. قادرة ديري مبشور. هنا النار تاعي طفيت عليها، راح نحرك غير يعني غير في السخانة نتاع هذاك الخليط راح يذوب الفرماج تاعنا. راح نتحصلوا على هذا الصلصة. نرجعوا للقراطان تاعنا. انا كنت قليت كميه لاباس بها نتاع البطاطا. بالنسبه للبطاطا راح توجدي البطاطا على حسب كميه الافراد تاع العائله تاعك، يعني في بزاف راح ديري كميه لاباس بها، قلال راح ديري كونتيتي صغيره. هنا راح نغطي كامل هذيك الصلصه بالبطاطا اللي وجدناها اللي قليناها. راح نزيدوا عليها صلصه البيشاميل. انا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، حبيتها تكون شويه عقده، ما حبيتهاش جاريه. راح نحط هذيك الصلصه من الفوق، يعني نغطي كامل هذيك البطاطا بالبيشاميل. يعني هذا اسهل واسرع بيشاميل توجديه. اسهل من هذه الطريقه ما كانش. انا متاكده انه راح تولي الوصفه المعتمده عندك في تحضير البيشاميل. هنا بعد ما غطينا كامل هذيك البطاطا بالبيشاميل راح نزيدوا عليهم فرماج رابي، النوعيه اللي متوفره عندك. هنا لك الاختيار، النوعيه اللي متوفره عندك قادره تديريها. تغطي هذيك الطبقه كامل بالفرماج رابي. انا كنت نحيت حوالي 3 مغارف نتاع الصلصه. هنا نحب نزيد يعني نزيدها من الفوق، ما نحبش هذيك الطبقه البيضاء يعني تجيني من الفوق. راح نحط يعني غير يعني هكا رشة خفيفة من الفوق، هذا ما كان، ونغطي عليها. هنا لازم المقلاة نتاعك تكون ما تلصقش في هذه المرحلة، المقلاة نتاعك تكون ما تلصقش. هنا كما راكم تشوفوا الفرماج نتاعي راهو ذاب، والفرماج نتاعي راهو من نوع رخيص ماهوش المليح. يعني اي فرماج تستخدميه راح تحصلي على هذه النتيجة. ماشي لازم لك فرماج يكون مليح باش تحصلي على فرماج يعني يذوب. هنا اي فرماج راح تديريه راح تحصلي على نفس النتيجة. راح نحط لكم في صحن التقديم باش تشوفوه كيفاش يجي. هذا الجراتان يجي معسل ومشمخ من الداخل، يجي يذوب في الفم كما راكم تشوفوا. هذاك الفرماج يجي يذوب يعني غير في مقلاة، وحنا تحصلنا على ابن واسهل جراتان. يعني بلا ما نقوى هذيك الوقفة في الكوزينة مع هذه السخانة، وزيدي لها النار نتاع الكوزينيار ولا نتاع الكوشة، الواحد ما يقدرش كامل يطيب غدا لوليداته ولا عشاء لوليداته. يعني غير في مقلاة وانتي حضرتي اسهل واسرع جراتان، يجي يذوب في الفم، يجي مشمخ معسل، يعني كل واحد طيبه في الفرن. نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتخليوا لي آراءكم وتعليقاتكم في أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.